انت محاط بناس وبرضه وحيد، مش وحدة المكان، وحدة أعمق، وحدة جواك. بتحكي مع أصحابك يوميا وفي لحظة ما بتحس إن محدش فاهمك. ده مش عيبك، وده مش مصادفة، ده نظام نفسي بالكامل شغال ضدك وانت مش حاسس بيه. بس السؤال الحقيقي، ليه محدش بيلاحظ ده؟ ولو بتحب المحتوى النفسي اللي بيكشف الحاجات دي، اشترك، عشان الجاي أخطر. فكر معايا كده، ايه آخر مرة حسيت إن حد فهمك فعلا؟ مش بيسمعك، فهمك. أغلب الناس لو فكروا هيلاقوا إن الإجابة مش قريبة، وده رغم إن المحادثات بتاعتك ممكن تكون يومية. إحنا في عصر اتصال ما سبقش ليه مثيل في التاريخ كله. رسايل، كولز، ستوريز، مجموعات. وبرضه أكتر جيل يحس بالوحدة في التاريخ هو جيلنا. ده مش تناقض، ده علامة إن في حاجة مش شغالة صح في اللي إحنا بنسميه تواصل. وإيه الحاجة دي بالظبط؟ ده اللي هنكشفه، بس الإجابة مش هتعجبك. الحقيقة الأولى اللي محدش بيقولها لك، انت مش بتتواصل، انت بتستبدل. في علم النفس في حاجة اسمها الفرق بين سهولة الوصول والحميمية الحقيقية. سهولة الوصول يعني قادر توصله في أي وقت. الحميمية الحقيقية يعني قادر تبقى نفسك معاه. احنا بنيجي نبدل الاتنين ببعض، وده غلط خطير. لما بتبعت هاها لحد بدل ما تحكي له انك تعبان، انت بتقول لنفسك انك تواصلت. بس هل ده تواصل فعلا؟ مخك عارف الفرق، وده اللي بيوجعك. والأغرب إن في سبب علمي خالص ورا ده، بنعرفه بعد شوية. المخ بتاعك مش آلة حاسبة، هو آلة خطر. شغلته الأساسية مش إنك تحس بالسعادة، شغلته إنك تبقى آمن. ودراسات علم الأعصاب بتقول حاجة صادمة: القرب الجسدي وحده مش بيقنع المخ بالأمان النفسي. يعني ممكن تقعد جنب حد لساعات والمخ بتاعك مش شايل إشارة أنت آمن. ليه؟ عشان المخ بيدور على إشارة تانية تماماً. أنت ممكن تبقى نفسك مع الشخص ده، بتخبي، بتلعب دور، بتقول اللي المفروض تقوله. لو أيوة، المخ بيسجل خطر. ومن الخطر لحد الوحدة خطوة واحدة بس. الحقيقة التالتة هي الأكثر إيلاماً. لما بتتعامل مع ناس كتير جدا، في حاجة بتحصل اسمها التشبع الاجتماعي. تعرف الحاجة دي بتعمل إيه فعلا؟ بتخليك تنسى أنت مين، لأنك كل ما اتعاملت مع شخص لبست قناع ما. مع المدير شغلت شخصية معينة، مع الأهل شخصية تانية، مع الصحاب واحد تاني خالص. كتر القنوات ده بيخلي هويتك الأصلية مش معترف بيها من حد. ومفيش إحساس بالوحدة أقسى من إنك تكون موجود ومحدش شايف أنت الحقيقي. وفيه قصة واحدة بتلخص الكلام ده كله، هتتفق إنك شفت نفسك فيها. سارة بنت عندها كل الأصدقاء اللي ممكن تتمناها، فونها ملوش فاضي، كل ليلة معاها حد. يوم من الأيام حد سألها: إيه اللي بتحبيه فعلا؟ وقفت، ما عرفتش تجاوب. مش عشان مش عارفة، عشان عمرها ما حد سألها السؤال ده بجدية. الكل شايل صورة عنها، الكل بيحبها، بس محدش شايفها. وفي الليلة دي رجعت البيت وبكت، مش من الحزن، من الإدراك. إدراك إنها عاشت كل السنين دي وهي موجودة في حياة ناس كتير، بس مش موجودة في حياة حد واحد بطريقة حقيقية. وسؤال واحد وقف في دماغها تلقائيا: لو اختفيت، مين فيهم هيحس إن في حاجة ناقصة فعلا؟ ده مش سؤال عن الناس، ده سؤال عن نوعية الروابط. وعندنا إجابة، وعندنا حل. طب إيه الحل؟ مش أقلل أصدقائك، مش ابتعد عن الناس. الحل هو غير نوعية الوجود. أول حاجة، لو لقيت نفسك باستمرار بتلعب دور مع شخص، ابدأ بصدق واحد صغير: أنا تعبان النهاردة، بس خليه حقيقي. تاني حاجة،
لو لاحظت إنك بتستبدل الكلام الحقيقي بميمز ورسايل، وقف واسأل نفسك إيه اللي كنت عايز تقوله فعلا. تالت حاجة، حدد 1 أو 2 بس من جوه دايرتك وجرب تبقى نفسك معاهم. العلاقة العميقة الواحدة أقوى من 100 علاقة سطحية. الواحدة مش عدد الناس حواليك، هي عدد المرات اللي بتقدر فيها تبقى نفسك. انت لحد دلوقتي مع الفيديو معناه في حاجة لمستك. السؤال الحقيقي، انت شفت نفسك في أي جزء؟ في سارة؟ في المخ اللي بيسجل خطر؟ في القناع اللي بتلبسه؟ لو اكتشفت انك بتعمل ده فعلا، السؤال هو هتواجهه؟ ما تنساش تشترك واكتب في الكومنتس أنا شفت نفسي لو الفيديو وصلك، عشان أعرف أكمل في الجاي أكتر. والفيديو اللي بدأنا بيه أنت محاط بناس وبرضه وحيد، ده مش نهاية القصة، ده بداية الوعي.